نايم متأخر وصاحي متأخر. مشوار على السريع كده، لسه صاحي دلوقتي زي ما قلت لكم، ولكن الجو حر جدا، درجة الحرارة 39، الجو حر جدا بالرغم ان انا لابس ابيض، بس الجو حر جدا جدا. المهم رايح دلوقتي عند وي، مش عشان انا مردود على الفيديو، ولكن عشان ده شكل البوكس اللي موجود عندي، فالنت عندي بيبقى غير مستقر على طول، بيبقى الوضع سيء جدا. يعتبر ما عنديش نت من الاخر، بس السرعه اللي وصلت 2 ميجا، يبقى ده شكل البوكس اللي عندي. فرايح عشان اشوف اقدم شكوى وكده، واي حد يجي يغير لي البوكس، يظبط يعمل اي حاجه عموما يعني يخلي البوكس شكله ادمي. راح دلوقتي اقدم الشكوى، اشوف ده يعملوا ايه، يا رب يبعتوا لي حد بسرعه. المشكله ان الفرع ده مفيش حد فيه اعرفه علاقتي بيه يعني قويه اللي يخلي حد يجي لي بسرعه وكده. الفرع التاني ما فيهوش الدعم الفني والكلام ده، مش عارف لسه هنشوف هنعمل ايه. اقدر اعرف بس الجو حر جدا. رحت الفرع عشان اقدم شكوى وكده، قدمت الشكوى وكل حاجه، ولكن قال لي اتصل ب3 وحايل عشان تعمل الشكوى وشويه حاجات كده. المهم من الاخر بقول له معاك رقم الفني بتاع المنطقه بتاعتي وكده، قال لي واسمه كذا. خدت الرقم وكل حاجه، قلت له ده كلمه ولا اقدم شكوى؟ قال لي لا كلمه وهو هيجي لك يظبط لك اللازم، ولو ما جاش قدم شكوى وكده. قال لي بس هو على العموم يعني هيجي لك يظبط اللازم ويعمل بوكس والكلام ده. فاروح كده اكلمه واشوف هيجي لي بكره امتى، هيجي يعني يظبط الدنيا دي كلها، ونشوف برضه نراضيه كده اول لما يجي. قال لي بدل ما تقدم شكوى ومش عارف ايه، هو هيجي لك على طول. فاما نشوف اروح اكلمه كده اول لما يجي، نشوف الدنيا دي كلها. وبعدين بعد ما نظبط الخط ده نشوف بقى السرعه، لان حجتهم في السرعه ان ده شكل البوكس عندي. فاما نشوف الدنيا دي كلها نعمل فيها ايه. المهم الجو حر جدا وانا بسيح بجد، انا بسيح بمعنى بسيح، الجو لا يطاق بجد، الوضع رخم جدا. الفيديو النهارده بيعمل ريندر، ولكن بعيد عن الفيديو ده في حاجه عايز اتكلم فيها، وهي ان انا حاسس ان فيديوهاتي، او مش حاسس، هو بالفعل فيديوهاتي بقت طويله جدا. يعني مثلا عندك الفيديو اللي فوق هنا ده هتلاقيه 17 دقيقه. الفيديو ده في البدايه اصلا لما كنت حطيت كل الفوتج اللي صورتها على التايم لاين، الفيديو ده كان حاجه و30 دقيقه. قعدت اقصر الفيديو لحد ما وصل 17 دقيقه بالعافيه، وفي حاجه كنت عايز اشيلها بس شلتها. الفيديو بقى غير منطقي شويه فاضطريت ان انا اسيبها. كذلك الفيديو اللي انا بعمل له ريندر دلوقتي ده، واللي هتلاقيه برده في الاي، هتلاقي الفيديو ده 10 دقايق. الفيديو ده في البداية اصلا كان على التايم لاين 20 دقيقة، فانا شلت 10 دقايق بالعافية عشان الفيديو يطلع بالحجم اللي انت هتشوفه ده. فانا الصراحة مش عارف هل اكمل على الفيديوهات الطويلة دي ولا لا. انا لقيت كام حد قال لي ان الفيديوهات كويسة، الفيديوهات الطويلة وكده، ولكن مش عارف هل اكمل على الفيديوهات الطويله دي ولا لا. بفكر الصراحه ان احنا نرجع 6 دقائق 7 دقائق 8 دقائق ماكسيموم. انا بالنسبه لي الصراحه بحب الفيديوهات الطويله، بالنسبه للرؤيه اللي عندي حاسس ان الفيديوهات الطويله هتبقى احسن. بس على العموم يعني عرفوني كده رايكم، وانا هفكر في الموضوع ده تاني، هل اكمل على الفيديوهات الطويله ولا نرجع 6 دقائق 7 دقائق، حاجات خفيفه كده وبسيطه. لسه افكر في الموضوع ده تاني، بس برضه محتاج اعرف رايكم. I can't slow down, raising my speeding into the night. لا الخناقه اللي انتوا شفتوها ده شيء طبيعي جدا عندنا هنا في مصر، وشيء صحي للمصريين برضه. يعني ده من غيره ما نعرفش نعيش كمصريين، الخناقات والكلام ده. يعني ده شيء صحي للمصريين. المهم يعني لسه عامل ابلود للفيديو دلوقتي، انا غالبا وشي محروق بس قشطه يعني، اهم حاجه انت سامعني. لسه عامل ابلود للفيديو دلوقتي. اتاخرت النهارده كتير انا عارف، ولكن كان عندنا الراجل اللي بيصلح الطبق بتاع القنوات والعدسه والحاجات دي كلها، الطبق بتاع الساتلايت من الاخر. الراجل هيتجنن، فاهم؟ جه من الساعه 8 كده لحد الساعه 9:30 هيتجنن. لحد دلوقتي ما عرفناش المشكله من ايه. قلت له انا عملت كل اللي انت عملته ده، برمجنا ريسيفر، غيرنا السلك اللي انا غيرته كمان، غيرناه تاني برضه مفيش اي حاجه اتحلت. ما نعرفش فيه. قال لي بكره نغير العدسه، قال لي بكره الصبح هيجي لك نغير العدسه نشوف ممكن العيب يكون من بص عملنا كل حاجه ممكن تتعمل وما نعرفش. هو خد الريسيفر شغله عنده هناك معاه جهاز كده برضه شغل عليه القنوات كلها عادي، غيرنا ريسيفر برضه مفيش حاجه اتحلت. فالموضوع يعني كان هيتجنن بالموضوع في ايه. فالمهم يعني
قال لي بكره اجي لك نكمل محاولات لان الموضوع غريب جدا ازاي الحاجه مش راضيه تشتغل وكده. يعني قلت له انا جربت كل اللي انت عملته ده، بس يعني بكره نشوف هنعمل ايه بقى. ممكن اصور بكره البروسيس بتاعت اسمه ده بتاعت بعيدا عن الاسم اللي تاه من دماغي ده. بكره غالبا اصور البروسيس دي ونشوف بكره انا اديكم ابديت هل اشتغل ولا لا. I can't slow down. عندي النهارده شوية حاجات لازم تخلص. جبت القهوة معايا فعشان كده هنقعد في الزاوية دي. الزاوية دي مش هنطول فيها كتير ما تقلقوش، فهي فترة مؤقتة بس ممكن اصلا تنتهي خلال الاسبوع الجاي بالكتير. الزاوية دي مثلا تظهر مرتين تلاتة كمان وبعد كده تخلص خلاص، بسبب ان في بعض الحاجات اللي بتحصل كده خلف الكواليس اللي هتأثر على الحتة دي، ولا مش عارف هتأثر ازاي، ولكن نفسي تأثر بشكل ايجابي. وعموما الفترة الجاية فيها حاجات كتير جدا بتحصل، منها ممكن نقلة كبيرة جدا تحصل في الفلوجز اللي انا بعملها في حياتي عموما. ممكن النقلة تحصل بشكل عكسي، فمش عارف لسه الصراحة النقلة دي هتنتهي ازاي او هتوصلنا لفين، بس ان شاء الله تنتهي بشكل ايجابي. ولكن الواحد كل اللي هو يعمله مش يفكر في الكلام ده كله دلوقتي. كل الواحد يقدر يعمله ان هو يركز في الحاجة اللي في ايده مهما بيحصل. فانت مفيش حاجة تقدر تعملها في المستقبل غير اللي في ايدك دلوقتي. ايه اللي في ايدك واللي انت تقدر تعمله دلوقتي هو ده الحاجة اللي انت تقدر تعملها، مش الحاجة اللي ممكن تحصل او ما تحصلش. ممكن تحصل بطريقة ايجابية او طريقة سلبية لو فضلت تفكر في الحاجة دي. كل اللي في ايدك هي الحاجة اللي في ايدك دلوقتي. يعني مثلا انا اعرف هل الكوباية دي هتتكسر دلوقتي ولا لا، بس هي في ايدي، في ايدي ان انا اشرب منها دلوقتي. فمن غير ما نقعد نفكر في الحاجات دي كلها، ورايا شوية حاجات لازم تخلص، منها شوية ايديتنج، منها برضو شوية شغل ممل. انا خلصت امبارح جزء كبير جدا، فاضل لي 3 حاجات بس وابقى كده خلصت كل الشغل الممل. امبارح انجزت كمية كبيرة جدا. النهارده فاضل لي بس 3 ميشن وهبقى خلصت، هنخلصه مع السريع وبعدين ابدا شغل ايديتنج. اول حاجة بس خلينا نشرب قهوة. في حاجة نسيتها، نسيت اجيب الموبايل اللي احنا نظبط عليه التايمر. ثانية واحدة. A few moments later. جبت الموبايل دلوقتي. بس قبل ما نظبط التايمر اتمنى النقطة اللي انا اتكلمت عليها اللي هي فكرة ان انت تركز في الحاجة اللي في ايدك بس، النقطة دي تكون وصلت وتكون وصلت بشكل كويس. تكون فعلا قدرت اوصلها ان هي مفيش حاجة تقدر تعملها في اللي فات ومفيش حاجة تقدر تعملها في اللي جاي غير اللي دلوقتي. اللي في ايدك دلوقتي ما تقدرش تنبأ بالمستقبل، ما تقدرش تعمل اي حاجة غير اللي في ايدك دلوقتي. فان شاء الله الفترة الجاية تعدي على خير، ان شاء الله الفترة الجاية تمشي زي ما انا عايزها تمشي. انا بالنسبة لي نفسي تمشي في الطريق كويس، بسبب هنتنقل نقلة كويسة جدا من ناحية الفلوج، نقلة كويسة جدا بالنسبة لي. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، بعيدا عن التفكير ده كله ان شاء الله خير. زي ما قلت لكم كل اللي في ايدنا دلوقتي ان هنشتغل على الحاجات دي دلوقتي، فمفيش حاجة في ايدنا اكتر من كده. خليني دلوقتي اظبط التايمر. يلا بداية ال50 دقيقة شغل دلوقتي. خلص ال50 دقيقة شغل بعدين نيجي نتكلم شوية كمان. ان شاء الله بس افتكر الحاجة اللي انا كنت عايز اقولها امبارح ونسيت اقول لحد دلوقتي، ما افتكرتش، بس ان شاء الله ممكن افتكر وانا قاعد بشتغل. اوكي، ال50 دقيقة بتاعتنا خلصت. حقيقي ال50 دقيقة دي انجزت فيها حاجات كتير جدا، وفي حاجة كنت محتاج اتعلمها بقالي فترة كبيرة جدا ولكن كنت مأجلها واتعلمتها الحمد لله. اكيد ما اتقنتهاش بنسبة 100%، ولكن اتعلمت شوية حاجات فيها. اكيد مع الوقت الواحد هيتقنها اكتر، ولكن اهم حاجة ان انا بدأت ان انا اتعلم الجزء ده، بسبب ان انا فعلا كان عندي نقطة ضعف في الجزء ده. وزمان انا كنت في الجزء ده الصراحة حقيقي انا كنت كويس جدا فيه، ولكن مع مر السنين ان انت تسيب الحاجة دي فانت اكيد مهارتك بتروح. حتى لو دي كانت موهبة فموهبتك بتروح عشان انت ما اشتغلتش عليها. بس مش مهم يعني هي مهارة او موهبة، ولكن اشتغلت على حاجة بقالي كتير جدا ما اشتغلتش عليها. حقيقي قبل ما اقعد القعدة دي انا كنت متضايق جدا، ولكن بعد ما قعدت دلوقتي وانجزت شوية حاجات ما بقتش متضايق زي الاول. ما بقاش عندي نفس الطاقة السلبية اللي كانت موجودة زي الاول، بسبب ان انا متضايق
متضايق وكده. طاقه الغضب سوري مش الطاقه السلبيه مبقتش موجوده عندي بسبب ان انا انجزت شويه حاجات. الانجاز حلو برضه، فكره انت تركز على الحاجه اللي في ايدك دي احلى حاجه ممكن تعملها. المهم مش عارف هل هشتغل تاني ولا كفايه كده لحد الان، لسه اشوف في خلال 10 دقايق راحه. لو لقيت ان انا عايز انام وكده فانا خلاص كده كفايه شغل لحد النهارده. لو لقيت ان في طاقه مثلا ان انا اشتغل اكتر من كده فانا هبدا اشتغل تاني. المهم الفتره الجايه انا الصراحه زي ما قلت لك مش عارف هيحصل فيها إيه، ولكن اتمنى الامور تمشي بشكل ايجابي، تمشي بشكل كويس. فدي كانت كل حاجه النهارده، اشوفكم بكره، سلام.